كده انت مسافر 13 ساعة وفجأة يقولك انت هتدفع حق التذكرة، هتدفع حق السندوتشات، هتدفع حق الهزيمة. النص مليون جنيه يا سول زكريا، نص مليون جنيه يا سول زكريا هيدفعوا. تخيل اللعيبة قال ايه، اتمسكوا داخل القطر بيهتفوا للخطيب. يا حزن الحزن، بيهتفوا للخطيب ايه؟ تقوم ترجعهم من أسوان يا ابو قلب قاعد انت التذاكر على حسابهم، وتدفعهم حق السندوتشات اللانشون يا بتوع الجبنه النستو. انت بتتكلم بتقول ايه يا جدع انت؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكل متابعينا القناه، اهلا وسهلا بحضراتكم. اسوان بتدي درس لنادي الزمالك داخل اسوان بهدفين مقابل هدف، هدفين مقابل هدف. لمين؟ لنادي اسوان. النهارده يا جماعه اسوان بتدي للزمالك درس علشان ما تستهونش باللعيب، وما تستهونش بالمدير الفني، وما تستهونش بنادي زي نادي اسوان. النهارده نادي اسوان بالرأفة بيدي نادي الزمالك 2-1. شفنا تكتيكات البروف. بروف مين؟ بروف مين؟ احنا ما شفناش حاجه خالص، احنا ما شفناش غير هجمات على نادي الزمالك. 2-1 مع الرأفة. تكتيك مفيش، اداء مفيش. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل؟ انت فين يا حمد عواد؟ ايه اللي بيحصل فيك؟ ايه الاجوان اللي بتيجي دي؟ دي احنا ما شفناهاش يا راجل في الكرتون بتاع كابتن ماجد. يا نهار ازرق. اسلكوا. الزمالك ده لو يسلك هيعدي، لكن النية مش سالكه. النية مش سالكه. يوفروا لك قطر ويدينوا لك القطر عليه علم مصر وعليه علم الزمالك عشان تشيل 2 وترجع. والله نادي الزمالك ده صعبان عليا، او جماهير نادي الزمالك صعبانين عليا. هياخدوا مسافه طويله قوي. 12 ساعه يا جماعه حزانه في الطريق من اقول لكم على حاجه. جمهور نادي اسوان قعد يزف جماهير نادي الزمالك لحد ما ركبوا القطر. تخيل انت بقى في محافظه تانية واتعملت لك زفه بلد يا معلم لحد ما رحت القطر. اسلكوا علشان خاطر الايام اللي جايه هتبقى طين عليكم. طين طين عليكم. التكتيكات اللي بيحطها البروف ده يصحى شويه. هو عجز ولا ايه؟ هو البروف الضحكو ده عجز ولا ايه يا جماعه؟ المدير الفني ايمن الرمادي بيقول له جود لاك يا كابتن بروف، يقول له ايه؟ وخد بالك يعني الراجل كسبان 2-1 مع الرأفة، وبيقول له جود لاك وسط جماهيره في حتته وفي منطقته. قال البروف يرد عليه يقول له نفسنا نشوفك تلعب كده قدام الاهلي. يا راجل خليك في مصيبتك السوداء، خليك في مصيبتك السوداء، خليك في مصيبتك السوداء. ده انتوا دوشتونا على القناه بتاعتكم دي اللي بس من تحت الكوبري ان نادي الزمالك في صداره الدوري بفرق الاهداف. دلوقتي لو جبت عيل لسه في كي جي 2 قلت له الاهلي مسابق الزمالك ايه، هيقول لك بثلاث نقاط. بثلاث نقاط. لو في تحكيم اجنبي زي اللي شفناه في ماتش الاهلي وبيراميدز، الاهلي يعدي الزمالك بتسع نقط. شفت ماتش فاركو يا راجل؟ ده مش موضوعنا، مش موضوعنا. اللي عايز اقوله الف مبروك لنادي اسوان. بس يا جماعه الزمالك كان شكله وحش قوي، بامانه الله كان شكله وحش قوي. مفيش اداء، مفيش تكتيك، مفيش حاجه خالص، مفيش حاجه خالص. يا اللي دوشنا على قناه الزمالك فين الزمالك؟ يا اللي دوشنا على قناه الزمالك فين الزمالك؟ صفوا النوايا، خلي الفريق يعرف يشتغل. صفوا النوايا، خلي الفريق يعرف يشتغل. واللي زاد الطين مبل ان الاهلي يدي بيراميدز بالثلاثه يا حبيبي، بالثلاثه. يا جدع ايه الكور اللي شفناها دي؟ عمرو السوليه بيدي كوره في قلب الشناوي، ده ما شافهاش. كرة والتانية ده حسين الشحات اللي كان صايم عن التهديف جاب جون فيك يا شناوي. يا شنو الكرة كانت سخنة ولا ايه؟ ده 3 مع الرأفة. وايه الجحود اللي شفناه من لعيبة بيراميدز ده؟ ايه هذا رمضان يا صبحي انت وعبد الله السعيد؟ انتوا وحشين وسود قوي ليه كده من جواكم؟ ايه يا عم؟ اول مرة نشوفك كده يا عبد الله سعيد، انت فلست يا ابني ولا ايه؟ اول مرة نشوفك كده بتدي ضربات في الواد من غير كورة. يا عم مش كده، عادي يا عم. ما كسبتش المره دي تكسب المره الجايه، لكن السواد ما يبانش كده. الاهلي علم على بيراميدز، واللي زاد التيم مبالي زي ما بقول لك في قبل كده او في اول الفيديو. والله العظيم انا ما عارف اقول ايه في الفيديو ده من اللي شفته من اول ماتش بتاع نادي اسوان والزمالك والاهلي وبيراميدز. الزملكاويه كانوا منتظرين اخواتنا في الله بتوع اسيوطي. انا عارف كلمه اسيوطي دي بيزعلوا بس هقولها.
كانوا منتظرين ان نادي اسيوطي يعلم على الاهلي، واحنا الاتنين نقعد جنب بعض، وايه، وخالتي وخالتك واتفرقت الخالات، وخلاص انت خسرت يا باشا من بيراميدز وانا خسرت من اسوان، واحنا الاتنين نحط زيتنا على دقيقه وخلاص واحنا خسرانين. يقوم نادي الاهلي السميع العليم يغلب بيراميدز بالثلاثه، وجوان مفيش فيها كلام، رغم اللي لينا ضربه جزاء. يعني الماتش ده يخلص كده بسم الله الرحمن الرحيم 5-0 4-0. ده لو في عداله تحكيميه اكتر من كده. يوم السميع العليم ان الاهلي يغلب بيراميدز وينكد على الزمالك ولابسين الازرق. بقت ليله زرقاء عليكم. انتوا ما تعصتوش من التيشيرت الازرق المنيل اللي كان دايما يتحط عليكم بيه؟ اهو النهارده بيراميدز يلبس ازرق عشان تبقى ليله زرقاء على الاسيوطي. انا عارف الاسيوطي بتضايقكم بس هقولها تاني، على الاسيوطي وعلى نادي الزمالك. يا جماعه النادي الاهلي ده نادي كبير، البطولات تقول كده. ان شاء الله هفكركم. اللي عايز اقوله ان خلاص هو طالما الاهلي ركب الموجه مش هينزل تاني. ان شاء الله هيبان ده في ماتش الاهلي والزمالك. خليكم فاكرين، خليكم فاكرين الاهلي والزمالك هتتفرجوا على ماتش ما شفتوهوش من زمان. خليكم فاكرين الكلام ده. والبروف ده يهدى شويه، يهدى. هو عجز ولا ايه؟ ايه يا عم البروف، فين التكتيك بتاعك؟ ده انتوا دوشتونا على قناه الزمالك، من ايمن يونس لخالد الغندور لشويه الناس المطبلطيه. الزمالك 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 الزمالك، فين الزمالك؟ انت شفت حاجه في الزمالك؟ احنا ما شفناش غير اسوان واخد الزمالك ورا السد العالي، وقطر السعاده لسه جايب اللانشون بتاعه. هو ده اللي احنا شفناه في الزمالك. الله يكسفكم، والله العظيم الله يكسفكم. الف مبروك لنادي اسوان، الف مبروك للمدير الفني المحترم ايمن الرمادي، الف مبروك لنادي الاهلي النادي العظيم، الف مبروك للنادي الاهلي بطل القاره ونادي القرن الحقيقي. الحقيقي الاهلي لما بيركب الموجه ما بينزلش. خليكم فاكرين الاهلي يعطل لكن ما بيموتش. شكرا.